إزاي تعتني بأشجار الكمثرى خلال فصل الشتاء؟ بينصح بري أشجار الكمثرى خصوصا في فترات الجفاف، لأن الري بيساعد على تقوية الجذور. مهم جدا استخدام الأسمدة بدقة وتوازن، وعدم الإفراط في وضع النيتروجين بكميات كبيرة عشان نتجنب تعرض الثمار للفحة النارية. كمان حماية الأشجار من زيادة المجموع الخضري على حساب إنتاج الأزهار والفاكهة. زيادة التسميد في السنة اللي بعدها إذا تعرضت أوراق الشجر للشحوب واصفرار اللون. يفضل وضع عمود مثبت في الأرض جنب شجرة الكمثرى عشان تكبر بشكل مستقيم وتتحمل الرياح في فترة الشتاء. ممكن نحط نشارة خشب حوالين قاعدة الشجرة عشان نمنع تنافس الحشائش على عناصر الغذائية، لأن ده بيضعفها وبيقلل إنتاجيتها. تغطية شجرة الكمثرى بطبقة من السماد العضوي المغذي سنويا عشان نحافظ على رطوبة التربة وغناها بالمغذيات خلال فصل الصيف. لازم تقليم أشجار الكمثرى سنويا في شهر نوفمبر وديسمبر للحفاظ على إنتاجيتها. أطفي ثمار الكمثرى قبل اكتمال النضج ونسيبها لحد ما تنضج بالكامل. أشجار الكمثرى المزروعة جديد بتحتاج حوالي 3 لتر من المية أسبوعيا، سواء من الري أو من سقوط الأمطار، وده بيتم بمتابعة التربة وجذع الشجرة. بتظهر أشجار الكمثرى في الأجواء الباردة ودرجات الحرارة المنخفضة، اللي بتساعد على نمو منتظم وإنتاج ثمار كويسة. إضافة السماد بكميات متوازنة وما نحطش على الجذع مباشرة عشان ما يتحرقش. تعتبر التربة الحمضية أفضل تربة لزراعة أشجار الكمثرى ونموها.